هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. يأتيكم بث صوت حزب النهضة الإريتري على شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.irnahda.org من إعداد مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري. صوت حزب النهضة الإريتري من أجل إسقاط نظام الهكلف الشمولي وتعريته وإحلال البديل الديمقراطي الملبي لتطلعات شعبنا. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. كما يعبر عن معاناة المستضعفين من أبناء شعبنا الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية. نهيب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 23 من أكتوبر 2020، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك تطورات الأنشطة الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. اعتقالات نساء وأطفال في مناطق من إقليم جنوب البحر الأحمر. تدشين كتاب إريتريا والشرعية السياسية في باريس. جائزة الشجاعة الصحفية لإذاعة إرينا الدولية، واختيار منظمة أقلام البريطانية للصحف المغيب أمانييل أسرات لعام 2020. الشيخ جمال عبد القادر كبيرة في ذمة الله. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. نشرت وكالة زاجل الإريترية للأنباء زينة بيانا لمنظمة عفرية تحصلت على نسخة منه عبر ناشطين تواصلت معهم. ضم البيان قائمة اعتقالات جديدة استهدف فيها النظام الإريتري أطفالا قُصّر ونساء بعضهن حوامل، وذلك بتهمة مغادرة أزواجهن البلاد هربا. المنظمة التي رصدت الأحداث وأصدرت البيان في 11 من أكتوبر 2020 هي منظمة حقوقية مستقلة مقرها لندن، تهتم بحقوق الإنسان، يديرها الأستاذ إسماعيل قبيتة. هذا وجاء في نص البيان الآتي: بيان منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان بخصوص الاعتقالات التعسفية لعدد من الأمهات والأطفال في عندلي
بمديرية جلالو شمال إقليم عفر البحر الأحمر. تواصل سلطات النظام الإريتري اعتداءاتها المتكررة وسياساتها العدوانية على المواطنين العفر في عدد من المديريات في إقليم عفر البحر الأحمر بالتضييق عليهم واستمرار ممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري بحقهم، بما في ذلك الحصار والتجويع والاعتقالات التعسفية الهادفة إلى إزالتهم من الوجود بمختلف الأساليب والأجندات. ودأبت قوات الأمن والجيش التابعة للحكومة الإريترية مؤخرا بمداهمات واعتقالات تعسفية طالت أسرا بأكملها بمديرية جلالو شمال إقليم عفر البحر الأحمر، وبالتحديد قامت باعتقالات واسعة النطاق شملت أسر عديدة في منطقة عندلة بمديرية جلالو في صبيحة 6 من شهر أكتوبر 2020، حيث اقتادت السلطات القمعية 7 أسر تتكون من الأطفال والأمهات بعضهن حوامل في الأشهر الأخيرة إلى سجن مدينة صنعافة سيء الصيت بذريعة مغادرة أزواجهن البلاد. ورصدت منظمتنا عدد الأطفال المعتقلين وأسماء الأمهات المعتقلات كما في الآتي: حليمة محمد إسماعيل، فاطمة محمد أبو بكر، خميسة علي أبو بكر، حواء محمد أبو بكر، عائشة صالح آدم، راضية عبد الله، مع 3 من أطفالها بنت وولدين جميعهم دون سن 12 ربيعا. وتؤكد منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان بأن السلطات الإريترية القمعية تقوم بإجراءات سيئة وقاسية ضد الأمهات والأطفال المعتقلين، وتنتهك كل يوم وبشكل متعمد وممنهج وعلى مدى سنين طويلة منذ استيلائها على السلطة حقوق المواطنين العفر وخاصة حقوق الأطفال والأمهات. والسكوت على هذه الانتهاكات الحقوقية المتعمدة والمتكررة والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية سوف يطلق يد السلطات القمعية والتمادي في سياساتها الهادفة إلى القضاء على شعب عفر البحر الأحمر في إريتريا. لذا فإننا نجدد دعوتنا ونهيب بجميع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي أن يطلعوا بمسؤولياتهم وأن يسارعوا باتخاذ كافة السبل والإجراءات المطلوبة لإيقاف تلك الممارسات اللا إنسانية والضغط على السلطات الإريترية لإلزامها بوقف سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري واستهداف الأمهات والأطفال، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وإلزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في السجون الإريترية وخصوصا الأطفال والنساء منهم دون قيد أو شرط. نظم التجمع الإريتري في باريس في ظهر 3 من أكتوبر 2020 حفل تقديم كتاب إريتريا والشرعية السياسية، والذي صدر للزميل فتحي عثمان مؤخرا عن دار رفيقي للنشر والتوزيع. في بداية الحفل قدم الأستاذ محمد عمر إدريساي تعريفا بالكاتب وعرض لسيرته ابتداء من نضاله في الحركة الطلابية الإريترية في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، انتهاء بعمله في وزارتي الإعلام والخارجية ومكتب رئيس دولة إريتريا، وعمله في السفارات الإريترية حتى انشقاقه عن النظام عام 2012. وبعد ذلك قدم الأستاذ إدريس خليفة عرضا للكتاب الذي يقع في 285 صفحة من الحجم المتوسط، وأشار الأستاذ إلى أنه الإصدار الثاني للمؤلف بعد كتاب إريتريا من حلم التحرير إلى كابوس الدكتاتور والذي صدر عام 2014. وأكد الأستاذ إدريس خليفة بأن الكتاب يعتبر أول كتاب يتناول الشرعية السياسية منذ فترة الاستعمار الإيطالي حتى فترة التسوية الفيدرالية. بعد ذلك تحدث المؤلف مبينا دوافعه من تأليف الكتاب بالقول إن مفهوم الشرعية السياسية بجوانبه القانونية والسياسية هو أفضل مدخل لدراسة الأزمة الحالية في إريتريا وتبين ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وأضاف موقع أدوليس الإريتري المستقل إن مؤلف كتاب إريتريا والشرعية السياسية الأستاذ فتحي عثمان أجاب في ختام مداخلته على أسئلة الحضور ووقع النسخ للحضور. وشهد الحفل تجمع مقدر من الجالية الإريترية في باريس وليون ومدينة أونجينيه غرب فرنسا،
الجدير بالذكر أن الكتاب سيتوفر في جناح نرتقي في معرض الكتاب بقاعة الصداقة، والذي ستبدأ فعالياته في 7 من شهر أكتوبر 2020. منحت منظمة تنمية الإعلام الأفريقي والتي تتخذ من ولاية كادونا في شمال نيجيريا مقرا لها جائزتها السنوية للشجاعة الصحفية لإذاعة الرينا الدولية في باريس، بينما اختارت منظمة أقلام البريطانية الصحفي المغيب أمانييل أسرات رئيس تحرير صحيفة الزمان لعام 2020. ووفقا لما أوردته إذاعة الرينا في صفحتها بأن الاختيار تم لدورها الشجاع في صنع حيز إعلامي للشعب الإريتري في الداخل والخارج، خاصة في ظل حكومة ديكتاتورية تسيطر على الإعلام المحلي، حسب ما ذكر ذلك السيد يالو أمارو المدير التنفيذي للمنظمة. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إنه وطبقا لما تداوله نشطاء فإن الزميل أسرات المقيب مع عدد كبير من الصحفيين والكتاب في سجون النظام الإريتري قد تم ترشيحه من قبل الشاعر البريطاني والجامايكي الأصل لينتون كواسي. كتب الأستاذ شهيم الأبرار على صفحته في الفيسبوك: انتقل إلى رحمة الله يوم الجمعة 29 من صفر لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافق 16 من أكتوبر 2020 في العاصمة البريطانية لندن، الشيخ جمال كبيري، وهو نجل الزعيم الوطني الإريتري الشهيد عبد القادر محمد صالح كبيري من مؤسسي وقادة الرابطة الإسلامية في إريتريا رحمهم الله. تعازينا ومواساتنا القلبية لأسرة الشيخ جمال كبيري ولعموم آل كبيري، سائلين الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويشمله بعظيم عفوه ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون تحقيقا أعده الأستاذ عبد القادر محمد علي تحت عنوان تهجير عفر إريتريا، حصار اقتصادي وأمني يفاقم لجوء أبناء إقليم دنكاليا، ونشره موقع دوليس الإريتري المستقل نقلا عن موقع العربي الجديد. غادر الأربعيني حسين أحمد عدوي بلدة طيعو الساحلية الواقعة شمال إقليم جنوب البحر الأحمر الإريتري في رحلة لجوء انتهت في النرويج بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والتضييق المستمر من قبل الحكومة الإريترية على أهالي المنطقة منذ تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم.
إذ منعوا من صيد الأسماك، وفي أحسن الأحوال منحوا تصاريح مشروطة زمنيا لأسبوع أو أقل، الأمر الذي أدى إلى تجويعهم في ظل شح الموارد في المنطقة، وزاد التضييق على سكان السهل الساحلي الإريتري الجنوبي المعروف بإقليم دنكاليا إقليم جنوب البحر الأحمر منذ بداية عام 2000 تدريجا، ووفقا لعدوي الذي ينحدر من عائلة صيادين، مشيرا إلى إجبار الكثير من الصيادين وعائلاتهم على الهروب إلى دول الجوار أو عبور البحر إلى اليمن طلبا للرزق كما يقول للعربي الجديد، وهو ما يؤكده تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا الصادر في مايو الماضي، إذ وثق إلقاء القوات البحرية على 5 صيادين من العفر كانوا يبيعون أسماكهم في ميناء مصوع الإريتري والاستيلاء على 3 قوارب مملوكة لهم، ولا يزالون مفقودين من وقتها، ولا يزال 20 صيادا عفريا مفقودين في وقائع منفصلة جرت ما بين فبراير 2018 وفبراير 2019. وتصاعدت أعداد اللاجئين العفر من أبناء إقليم دنكاليا، إذ كانوا 27370 لاجئا في 28 من فبراير 2015، وبنهاية عام 2016 وصل عددهم إلى 42200 لاجئ، ومع حلول نهاية 2017 وصل العدد إلى 50600 لاجئ، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إثيوبيا، التي أكدت في تقريرها الأحدث أن العفر يشكلون 5% من إجمالي سكان إريتريا، فيما بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية من الموجودين في المنطقة العفرية بإثيوبيا 54836 طالب لجوء حتى الربع الأول للعام الجاري 2020. وتبدو ضخامة أرقام اللاجئين الفارين من إريتريا في ضوء أن إجمالي عدد السكان يصل إلى 6,181,000 نسمة، وفق كتاب حقائق العالم الذي تنشره سنويا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. يتألف المجتمع الإريتري من 9 مجموعات إثنية أساسية، بعضها لديه امتدادات ضمن دول الجوار كالعفر والتجرينيا التي لها امتداد ضمن إقليم تيغراي الإثيوبي، والكنامة مجموعة عرقية تقطن في إريتريا وإثيوبيا. وفق التقرير القطري الذي أعدته منظمة العمل الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان عام 2009 بعنوان الحماية الدستورية والتشريعية لحقوق الشعوب الأصلية إريتريا. وتسكن إقليم دنكاليا قبائل الدناكل العفر مع خليط من مجموعات أخرى، ويعد العفر من أقدم الشعوب المستقرة في الشريط الجنوبي من السهل الساحلي المطل على البحر الأحمر من شبه جزيرة بوري إلى جنوب مصوع شمالا، وإلى باب المندب جنوبا، بالإضافة إلى الرقعة الصحراوية الواسعة حول هذا الشريط، وفقا لما جاء في كتاب المثلث العفري في القرن الإفريقي للسياسي الإريتري الراحل محمد عثمان أبو بكر. وغالبية العفر في إريتريا من الرعاة البدو ومن يعيشون على الشواطئ، يعتمدون على الصيد واستخراج الملح من البحر الأحمر، فيما تعد الزراعة استثناء وفقا للمصدر ذاته. بدأت السلطات الإريترية بتضييقها على سكان إقليم جنوب البحر الأحمر منذ عام 95,900 وفق ما تؤكده مصادر التحقيق من غادروا موطنهم، ومنهم إبراهيم أحمد المتحدث الرسمي باسم منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان حقوقية مستقلة، الذي غادر الإقليم عام 2015 نتيجة المضايقات التي تعرض لها في مجال عمله أستاذا في معسكر ساوى للخدمة الوطنية غرب إريتريا، وفق ما رواه للعربي الجديد. وحرم الإقليم التمتع بالخدمات العامة، حيث تندر الكهرباء خارج المدن، فضلا عن غياب البنية التحتية كالطرق والمشافي الكافية، كما يقول أحمد المقيم في فرنسا منذ عام 2018، مضيفا إن صنوف المعاناة السابقة أدت إلى هروب تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين إلى دول الجوار، وخاصة إثيوبيا التي بدأ رحلة لجوئه عبرها.
وتعرض العفر لعمليات قتل خارج نطاق القضاء واختفاء قسري على يد الحكومة الإريترية منذ عام 2000 وحتى 2015 وفق المقررة الخاصة السابقة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا شيلا كيثا روث، التي أكدت في تقريرها الصادر عام 2015 إن عمليات القتل أدت إلى هروب العفر من أراضيهم داخل البلاد وعبروا الحدود إلى إثيوبيا وجيبوتي، مفسرة محاولات إعادة توطين أبناء العفر والكنامة من قبل السلطات بأنها استهداف متعمد لتجريدهم من أراضي أجدادهم وسبل عيشهم وثقافاتهم. وزادت الأوضاع سوءا بتورط إريتريا في الحرب اليمنية من خلال إبرامها لاتفاقية مع الإمارات بإقامة قاعدة عسكرية في ميناء عصا في أبريل 2015، وما تلا ذلك من تجريف ومصادرة للأراضي واستهداف للصيادين من قبل الطيران الإماراتي الذي قتل 200 إريتري في البحر الأحمر خلال الفترة من 2015 حتى 2019 وفق ما يؤكده للعربي الجديد إسماعيل قبيتة المدير التنفيذي لمنظمة عفر البحر الأحمر. وتمارس السلطات الإريترية انتهاكات مستمرة بحق الصيادين وفق ما أكده حسين محمد علي المفتش السابق في فرع وزارة الثروة السمكية في مدينة مصوع، الذي عايش انتهاكات ممنهجة بحق أبناء المنطقة في أثناء خدمته في فرع الوزارة من 2009 حتى 2011، من بينها منع الصيادين من بيع الأسماك خارج إطار الدولة وإجبارهم على البيع لها بأسعار لا تكافئ المجهود المبذول ولا تغطي الاحتياجات الخاصة للصيادين وعائلاتهم، فضلا عن عدم منح الصيادين الوقود الكافي للخروج إلى البحر كما يقول للعربي الجديد من مكان إقامته في السويد التي وصل إليها لاجئا عام 2013. شايب مطاق الهدايا وحريت درقي مطاق الرعيا وحريت شباب فقرة التهديا انت بس حبيبة من ايديا الصناير راية عدنان حز وعمارة ناس حبنا تشفر لقو سعارة تدوق خلت عدنا الحموم سارة تارت بكيت عج صلفة وحارة الصنايرين والنايرين طبقنا بالعجائب حافنا مايا وحجايا من فادنا قرب كل مننا أطواينا من كل أفراديكم لحبرو السنة الصنايرين وتعالينا تعالينا لينا لنا
وقهت بأدينا لك ما يسفتي لقلبي لو ودينا كل مرات من حتي شنا وحلينا كم سلنا قد أدي يتحمرقوا مراتنا وما يللوا ستي مني بلا الدنيا لا لنا 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 أمريكا والنبات ما سنت لكم إذا رأيت العقم وتنتقل لحاكم من دول أنفسنا رديف مثل أشواكم يندفقوا بالكسار من هدي وقمتكم مني بلا الدنيا أمريكا وأذنبا دي ما سنيت لأكو أنا رايت تنداقي وتوم تقق لحاكو من طول أبو سنة رديف مثل أشواكو يندفقوا بالكسار وينهدي وكم تاكو مني بلا الدنيا لا لنا 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 بلا الدنيا مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم متابعة بثنا على العنوان التالي في شبكة الإنترنت www.r.nahda.com. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي أديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري.